الو. ايه يا حبيبتي، عامله ايه واخبارك ايه؟ عندك مشكله؟ مشكله ايه؟ ابنك عايز يتجوز واحده عندها 40 سنه وهو عنده 25؟ اه لا، دي مشكله كبيره جدا. هو بيحبها؟ اه، متعلق بيها. تمام. وهي موافقه وعندها اولاد؟ اه اه. طب خليكي معايا يا حبيبتي. دلوقتي دي مشكله كبيره بتواجهنا كلنا، بتواجه زماننا ده، ان الست فعلا بتتجوز واحد اصغر منها بالسن ده. هي سن 40 45، هو عنده 20 25. طبعا تلات ارباع الشباب بقت تعمل كده دلوقتي. فهل دوت مشكلة كبيرة؟ طبعا هي مشكلة كبيرة. في ناس بتقول غلط وفي ناس بتقول صح. في ناس بتقول ده الرسول عليه الصلاة والسلام اتجوز ستنا خديجة في عمر ال40. ماشي. هقول لكم حاجة. زمان كانت العقلية مختلفة. العقلية كانت زمان عقلية محارب. الشاب من دول كان محارب، كان بيطلع بقافلة، كان بيطلع بالجارة، كان عارف كل حاجة، كانت عقليته كبيرة جدا. دلوقتي الشباب بقى طايش وبقى لعبي، وطبعا مش هيتحمل مسؤولية، وان هو واخد السن 40 دوت على اساس ان هو يا يلعب يا واخدها كده تجربة. وطبعا الستات مش زي ستنا خديجة. اكيد دلوقتي الستات بقى دلوقتي عقليتهم اختلفت، بقوا حاجة تانية خالص. لأن الست دلوقتي بقت ممكن تتجوز دلوقتي كنزوة، كأنها مخنوقة مرة وخلاص على كده. الستات عقليتها أو الشباب عقليته مختلفة عن زمان. فاللي بيشاركني الرأي دوت يقولي في التعليقات، ويشاركني الرأي ونشوف يعني هل ده صح أو غلط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.